أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في المراجعة النهائية للصف الرابع التجاري، وهنبتدي بالسؤال الأول. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. عندنا في رقم 1 a receptionist deals with inquiries. يتعامل موظف الاستقبال مع الاستعلامات. كل اللي عاوز اعرفه ان deals with على بعضيها deals with يتعامل مع expression على بعضه معناه يتعامل مع. رقم 2 I look forward to receiving. هنا عندنا look forward to لازم يجي بعديها الفعل مضاف له ing. يبقى انا اول ما اشوف look forward to هختار الفعل اللي بينتهي ing. رقم 3 Did the police catch the thief. هنا بدأنا الجملة بديد، لازم ابقى فاكر ان do does did لما اشوفهم في جملة بختار فعل في المصدر. هنا طالما بدأنا بديد يبقى لازم يجي فعل في المصدر بدون اي اضافات. رقم 4 The company owns 3 supermarkets. تمتلك الشركة 3 محلات. هنا الفعل خد اس. طب ليه؟ أول كلمة company يعني شركة، هي كلمة مفرد، واحنا عندنا في مضارع بسيط لو أول كلمة مفرد الكلمة التانية لازم يكون فيها اس. رقم 5 She told me that she had never done it before. هنا لقينا فعل told، عاوزين نفتكر مع بعض said told asked suggested. الأفعال دي بنقول عليها أفعال النميمة أو هي أفعال نقل الكلام reported speech. الكلام بيكون كلام منقول، وطالما الكلام منقول لازم يجي الفعل في الماضي، فانا اول ما اشوف في الامتحان said او told او asked او suggested هختار الفعل في الماضي. رقم 6 There is a good map which leads us to the police. هناك خريطة جيدة. هنا كلمة خريطة كلمة غير عاقل. عندنا لما نيجي نربط ما بين جملتين بنستخدم which لتعبر عن غير العاقل. يبقى انا لما اجي اربط ما بين جملتين، اما اجي اعبر عن غير العاقل بستخدم which. رقم 7 The consultant is collecting. عاوز افتكر ان am is or بياخدوا فعل مضاف له ing. رقم 8 they need more cranes. فهنا they جمع، وفي مضارع بسيط لما تكون أول كلمة جمع لما يكون الفاعل جمع بيجي بعديه الفعل في المصدر بدون أي إضافات. 9 there seems to be. هنا عندنا to، احنا اتفقنا ان to بيجي بعديها الفعل في المصدر بدون اي اضافات. يبقى انا عندي to دايما بتاخد الفعل في المصدر ما عدا القاعدة رقم 2 اللي هي في سؤال رقم 2 look forward to بتاخد الفعل مضاف له ing. رقم 10 if I were you I would deal with. if I were you I would deal with يعني لو كنت مكانك. يبقى انا عندي اما اشوف قاعدة if ولاقي where يبقى الاجابة would. طب لقيت if ولقيت would يبقى الاجابة where. وليها حالة تانية هناخدها في مثال قدام. رقم 11 before flying. before في اول جملة بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. passengers
must check in. يبقى الركاب يجب أن يسجلوا. 12 the exchange rate. exchange rate بتيجي على بعضيها ما تنسيش. معدل التبادل لما بنيجي نغير العملة. هنا مكتوب was 10.5 to the dollar. نفتكر ان العملة بتاخد to the. 13 make a withdrawal means to take some money out. أن تقوم بعملية سحب معناها إنك هتسحب فلوس من حسابك. 14 let's have lunch together. let's بيجي بعدها فعل في المصدر بدون أي إضافات. 15 where the goods sent by them. هنا دي جملة مبنية للمجهول في الماضي. جملة المبني للمجهول في الماضي بتبتدي مفعول به بعد كده was أو where وفعل في تصريف التالت. هنا عرفنا انها مبني للمجهول لان في اخر السؤال جه باي بواسطة واسم والفاعل في الاخر ولقينا وير. يبقى كده ناقص الفعل في التصريف التالت اللي هي sent. 16 can you put me through to Mr. أحمد please. ممكن توصلني بمستر أحمد. هنا المقصود بيه يوصله تليفونيا. 17 تعتبر متكررة. ليه؟ هنا مكتوب سمير told. أنا قلت أول ما أشوف said أو told أو asked أو suggested هيجي بعدها فعل في الماضي. 18 there was nobody. لم يكن هناك أحد. هو هنا عشان بنتكلم عن عاقل خدنا هو. يبقى أنا عندي which أداة ربط تربط ما بين جملتين لتعبر عن غير العاقل. هو أداة ربط تربط ما بين جملتين لتعبر عن العاقل. 19 make a deposit means to put some money in from account to account. يبقى make a deposit أن تقوم بإيداع يعني أن تضع بعض الأموال في حسابك. 20 I suggested. هنا جت كلمة suggested برضو تبع said و told و asked. خدنا الفعل في الماضي could. 21 you must pay for some services. يجب أن تدفع لبعض الخدمات لكن الأخرى are free of charge معفية من الرسوم. 22 there would be an accident if they didn't repair the machine. هنا قاعدة if والجملتين لازم يكونوا في الماضي. 23 she has decided not to go home. هي قررت ألا تذهب إلى المنزل. 24 are you interested in our proposal. هل أنت مهتم باقتراحنا أو بعرضنا. interested in يعني مهتم به. 25 the company owed the bank 61,111. يبقى استدانت الشركة من البنك مبلغ 61,111. قصادها على طول عكسنا بدأنا بالبنك the bank lent the company. يبقى البنك سلف الشركة مبلغ 61,111. 27 all companies have to keep accounts. كل الشركات يجب أن تحتفظ بالحسابات وهنا توجي بعدها فعل في المصدر.
28. Please accept our apology for the delay. رجاء قبول اعتذارنا على التأخير. 29. The company's properties went up in value by 12% last year. أصول شركتنا ارتفعت في القيمة بنسبة 12% العام السابق. يبقى went up in value ارتفعت في قيمتها. 30. The editor signs a certificate. signs يعني يوقع. بيوقع ايه؟ a certificate شهادة. 31. The speed limit was 120 km per hour. هنا لما بنيجي نتكلم عن السرعة بنستخدم بير مع كلمة hour في الساعة، 120 كيلو في الساعة. لكن في 32 the pay is 20 pounds an hour. عشان بنتكلم عن فلوس جت مع كلمة hour an، يبقى an hour. بعد كده عندنا الايميل والفاكس والفورم. سؤال الايميل والفاكس والفورم. اول سؤال عندنا الايميل، ببتدي بكلمة from to subject date please. في from بكتب الاسم الاول، اسم الراسل هلاقيه فين؟ بعد كلمة from او by او you are. طب to هكتب اسم المرسل اليه هلاقيه فين؟ بعد to الاولى، هدور على to الاولى في السؤال والاسم اللي بعدها. subject ممكن اكتب request، ممكن اكتب asking. ثابتة. date التاريخ، ببص في القطعة لقيت التاريخ بكتبه، ما لقيتش بكتب تاريخ اليوم. طب بالنسبة للموضوع هجيبه منين؟ هلاقيه بعد to التانية او tell او ask او confirm. ده كان بالنسبة للايميل. طب بالنسبة للفاكس، الفاكس يعتبر زي الايميل بس بنعمله بالطول. اول حاجة عندي تو، انا كنت اتفقت في الايميل ان تو بيجي الاسم اللي بعد تو الاولى، نفس النظام. طب ديت التاريخ. طب فروم بكتب الاسم اللي بعده فروم او باي او يو ار. طب ري بكتب asking او request. طب فاكس نمبر بكتب رقم الفاكس، ورقم الفاكس على الاغلب بيبقى رقم زي رقم التليفون، لقيته في السؤال بكتبه، ما لقيتوش بشد شرطة. دير عزيزي المفروض بكتب جنبيها اسم المرسل اليه. طب ما هو اسم المرسل اليه كتبناه في اول خانة، يبقى اخد الاسم اللي مكتوب في اول خانة اكتبه جنب دير. بالنسبة للموضوع زي الايميل بالظبط، هجيب الموضوع بعد تو التانية او تل او ask او confirm. بالنسبة للاستمارة هما شوية كلمات لو حفظتهم هحل اي استمارة. طب ايه الاستمارة؟ وانا بعمل بطاقة بملى استمارة، وانا رايح اقعد في فندق واجي بحجز بيديني استمارة بملاها، لما باجي اسافر برا البلد بملى استمارة، لما بقدم على وظيفة بملى استمارة. الاستمارة دي بيبقى فيها بياناتي الشخصية. طب هو في الامتحان هيديني قطعة فيها بيانات شخص وانا بطلعها، وهنا مسهل لك الموضوع، جايب لك الكلمة اللي هتسأل عليها ومعناها وهتلاقيها فين. فعندي age العمر او السن بتلاقيها قبل كلمة years old. nationality الجنسية دايما بتبقى Egyptian. في عندنا first name و surname الاسم الاول واسم العيلة. first name اول اسم بس، surname اسم العيلة اخر اسم بس. address العنوان بنلاقيه بعد كلمة live او بنعرفه من كلمة street. occupation او job اللي هي الوظيفة، الوظيفة بنلاقيها بعد كلمة work او is ودايما بتكون في السطر الاول. date of birth و place of birth تاريخ الميلاد ومحل الميلاد بعد كلمة born. qualifications المؤهلات بنلاقيها بعد كلمة good. hobbies الهوايات
من اللي هي بعد كلمة enjoy. price أو the amount needed السعر أو المبلغ المطلوب من اللي هي فلوس موجودة في القطعة بنعرفها من كلمة LE أو باوند. languages اللغات من اللي هي بعد كلمة speak. type of loan نوع القرض عندنا نوعين من القروض personal loan قرض شخصي لما بشتري حاجة لمصلحتي الشخصية. commercial loan قرض تجاري قرض تجاري لما باخد قرض عشان اعمل مشروع يدخل لي فلوس. purpose الغرض من القرض بلاقيه بعد كلمة need. way of payment طريقة الدفع في طريقتين للدفع يا اما ان كاش يا اما باي شيك ودايما بيبقوا في السطر الاخير. بعد كده عندنا سؤال الباراجراف. في عندي مقدمة وخاتمة عشان يساعدونا في عمل الباراجراف. المقدمة it's a fact that this paragraph can play a vital role in our life إنها حقيقة أن هذا الموضوع. بعد كده بنكتب رأس الموضوع. رأس الموضوع اللي هو عنوان الموضوع بلاقيه في السؤال نفسه ما بين قوسين. can play a vital role in our life يمكن يلعب بدور مهم في حياتنا. يبقى السطر الأول مقدمة. طب السطر اللي تحتيه ده الخاتمة last but not least أخيرا وليس بآخر. This paragraph changed my way of thinking. This paragraph changed my way of thinking. هذا الموضوع غير طريقتي في التفكير. عندنا أهم موضوعات الباراجراف راديو and TV advertising الدعاية على الراديو والتلفاز. تاني موضوع commercial loans and business plans القروض التجارية والخطط التجارية. banking in Egypt البنوك في مصر. e-commerce التجارة الإلكترونية. وآخر موضوع معانا buying and selling البيع والشراء. دول أهم 5 مواضيع عندي. بعد كده عندنا سؤال المحادثة. سؤال المحادثة اللي عاوز افتكره على السريع انا شرحت قبل كده اهوت المحادثة مش هشرحها تاني. سؤال المحادثة نهتم جدا بالسؤال بالفعل المساعد. السؤال بالفعل المساعد اللي هو الافعال المساعدة am is are was were have has had do does did can could shall should will would may. اول ما الاقي فعل مساعد في اول جملة يبقى ده سؤال معناه هل بيتجاوب عليه بيس او نو ونعكس اول كلمتين. لما اجي اسال عن سعر بسال بهاو ماتش. لما اجي اسال عن مده زمنيه بسال بهاو لونج. لما اجي اسال عن وقت بسال بوين. اخر حاجه معانا الكلمات المهمه اللي هنستخدمها في الترجمه. suggested اقترح. should يجب. update تحديث. equipment معدات. would you mind هل تمانع. repeating تكرار. taxes ضرائب. invoice أو bill فاتورة. advertisement إعلانات. newspaper جريدة. services خدمات. life fields مجالات الحياة. company شركة. complain يشتكي. answer يجيب. email address بريد إلكتروني. more time وقت أكثر. discuss يناقش. business plan خطة تجارية أو دراسة جدوى. cheap رخيص. expensive غالي. isn't it أليس كذلك. business report تقرير تجاري. provides يزود. information معلومات. need يحتاج. perform يؤدي. goods بضائع. to إلى أو لكي. yet حتى الآن. products
منتجات. countries دول. developing نامية. export تصدير. import استيراد. price سعر. differ يختلف. letter رسالة أو خطاب. different مختلف. goods بضائع. reformed مؤداة. technology تكنولوجيا. but لكن. receive يستلم. send يرسل. وبكده أكون خلصت مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع التجاري. الناس ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة، واتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعة السريعة دي، وبعتذر ان الصوت بتاعي رايح شوية وانا بصور الحلقة النهاردة.